هو غالبا أعظم وأذكى عقلية عرفتها البشرية على الإطلاق. هو مش أينشتاين ولا نيوتن، هو عالم عربي مسلم عبقري كان سابق زمانه بآلاف السنين. ده اللي قالوا عنه المستشرقين الألمان وجميع العلماء من بعده. وقال عنه العالم جورج سارتون إن هو موسوعة حية وإنه من أكابر العلماء على مدار التاريخ. وقالوا عنه الكلام ده لأنه اتكلم عن الجاذبية قبل نيوتن بحوالي 600 سنة، ولأنه من حوالي 1000 سنة وبأدوات بدائية قدر يحسب قطر الأرض بدقة مذهلة. الرقم اللي طلعه طلع قريب جدا للأرقام اللي قدرنا نوصلها بالأقمار الصناعية في عصرنا الحالي. وكان سابق عصره كمان في علم الصيدلة، كتب كتب عن الأدوية والأعشاب بتفاصيل علمية دقيقة. كتبه كانت مرجع للصيادلة والكيميائيين لمئات السنين. ده غير إنجازاته في الفيزياء والفلسفة والرياضيات، لدرجة إنه ألف 120 كتاب في مختلف العلوم. العالم ده هو أبو الريحان البيروني. بس كده، لو عجبك الفيديو لايك وشير، استنى الفيديو اللي جاي.